السلام عليكم، ازيكم اصدقاء؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير والصحة والسلامة دايما. فيديو النهاردة يا جماعة يبقى عن ازاي اللي انت تظبط اعدادات محاكي جيم لوب. طبعا انتوا في ناس كتير قوي عارفة ان الاعدادات المحاكي مقرفة شوية، طبعا بالنسبة للناس اللي ما بتعرفش تظبطها. انا النهاردة اقول لكم تظبطوها ازاي. طبعا انت هتخش على اعدادات اللعبة، هتعيد الاعدادات على طول. تمام. زي الفل. انا طبعا بصغر الخريطة ديت، ما بخليهاش كبيرة اوي كده، مثلا بخليها كده. هتجيبوا دي كده. تمام. هترفعوا دي هنا، هتجيبوا التبيكة دي هنا والتبيكة دي هنا. تمام. هتجيبوا الزرار ده كده هنا. تمام. هتجيبوا دي هنا واخفوها بالشكل ده، وهتجيبوا دي هنا وهتخفوها بالشكل ده. تمام. هتدوسوا هنا حفظ، هترفعوا دي سنة لفوق وهتنزلوا دي سنة لتحت، وهتجيبوا دي هنا وهتدوسوا حفظ. تمام. هتنزلوا دي كده هنا ماشي. هتخلوا دي كده هنا بالشكل ده، انا هتنزلوها سنة. تمام. ودول كده فوق بعض بالظبط. تمام. هتدوسوا حفظ. هنرفع دي كده لفوق. هنيجي نخش بقى على اعدادات المحاكي. تمام. الجهاز تقيل شوية عشان بسجل وكده. تمام. خليكم معايا. هنفتح اعدادات المحاكي. هتعمل للمحاكي إعادة بدء، تعيين، إعادة تعيين. ماشي. هتجيب دي كده سنة هنا. أول حاجة هتعملها زرار الضرب، هتجيب ده سنة وهتلغى حرف الفي ده، وهتجيب دي كده هنا بالظبط. تمام. وهتدوسوا حفظ. دي أول حاجة لازم تعملوها، وهتخرجوا برا كده. اقفلوا دي. كبر الشاشة. دي اول حاجة لازم تعملوها. بصوا كده المشي. تمام. لان في ناس بتيجي تمشي او ما بيتحركش بالكيبورد، تلاقوه قاعد بيتحرك بالماوس، تفضلوا كل شوية تعيدوا في التحكم تاني. بص التحكم معاه اهو بيتحرك ماشي وبيضرب. تمام. دي اول حاجة لازم تتأكدوا فيها عشان تتأكدوا ان انتوا ماشيين صح. بعد كده هتيجوا تخشوا على الاعدادات اللعبة تاني. تمام. وتخشوا على اعدادات المحاكي. هتعملوا ايه بقى؟ هنمسح كل الحاجات اللي ملهاش لازمة زي دي ودي. تمام. ودي 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 ودي. تمام. ودي ودي. الحاجات دي كلها هتمسحوا. دي ودي برضو بالوقتي، ودي كمان ودي. مش دول لازم تمسحوهم بالوقتي. انا ايوه مسحت حاجات مهمة بس هنعملها تاني. بس الحاجات دي لازم تعملها، لان الحاجات ديت انا بمسحهم واعملهم من اول وجديد، لان في الحاجات دي لو عملتها كلها مرة واحدة الحاجات دي ما بتطبقش. تمام. نمسح برضو رقم 1 و2، وهنمسح الشنطة دي. تمام. هنمسح كيو ودي. هنخلي بس حرف الام ده موجود هنا، وحرف الاكزايت بتاع الاعدادات موجود هنا. وهتدوسوا كده حفظ. ماشي. بعد كده هنخش على الاعدادات مرة تاني. اول حاجة هتعملوها رقم 1 و2 هنا، وهتدوسوا حفظ. بعد كده تطلعوا تتأكدوا ان انتوا ماشيين صح. رقم 1، رقم 2 شغالين تمام. بيضرب وبيقنص وبيتحرك بطريقة طبيعية. تمام. هتخشوا على الاعدادات تاني تبع اللعبة، وبعد كده اعدادات المحاكي. تمام. بعد كده هتظبطوا التهييل رقم 3 والكنابل رقم 4. تمام.
ثواني بس اظبطها كده، رقم 4. تمام، هتدوسوا حفظ. اعملوا بالطريقة دي يا جماعة، حاجتين تعملوهم مع بعض. حاولوا اللي انتوا ما تعملوش كل حاجة مرة واحدة، ده بالزد وده بالاكس وكده. بصوا، لو عملتوها بالطريقة اللي انا بعملها بيها دي كده، وهنا بالار، تمام، هنا بالمسافة اللي هي المسطرة يعني، وهنا طبعا المكان دوت بيبقى مكان تسريع العربية. هو طبعا مش باين بس بيبان في اعداد التحكم بتاع العربية. انا عامله بالشيفت، تمام، تسريع العربية. ماشي، هنا انا دي بخليها باف 4، ماشي، ودي بخليها باف 2 وادوسه حفظ. دي انا بخليها باف 3، ومكان السكوب بخليه باف 1 وادوس حفظ. تمام، التبيك دي بالكيو ودي بالاي، وبدوس حفظ. تمام، في حاجة تاني كده ناسينها؟ في ايه كده هنا تاني ناسينه؟ في حاجة ناسينها تاني يا جماعة. الشنطة هتخليها بالتاب. تمام، هنا الجري اللي فوق لما تدوس دبليو تفضل دايس، هو هيجري تلقائي وحديه. ديت بقى اللي انا بعمل عليها علامة صح وبخفيها. ديت لو دوست كده عليها علامة صح، ديت بتخليك لما بتدوس على حرف الدبليو على طول بتطلع تجري. لو حشت ايديك من على الدبليو بيقف ما بيجريش. لو حشت العلامة ديت كده، تمام، دي بقى هتخليك تعمل ايه؟ لما بتدوس على الدبليو على طول وتحط صباعك برضو بيفضل يجري. لازم انت اللي توقفه بأي زرار تاني، اذا كان من الدي او الاس، يعني الزرار اللي بتيجي على الجنب اليمين او الشمال او اللي بيرجع لورا، او تدوس على الدبليو مرة تاني تخليه يمشي بالراحة عشان يقف. طبعا وانا انصحك اللي انت تخلي ديت كده، ما تعملش عليها علامة صح، تخلي ديت بس هي اللي عليها علامة صح. تمام، هتخلي الاعدادات ديت كده بنفس الطريقة دي بالظبط، ما تغيرش فيها حاجة. طبعا ديت بالنسبة هنا لو انت قلت لي عايز اركب عربية، عايز انزل، طب ازاي اركب عربية؟ ازاي انزل من العربية؟ ازاي انعش اصدقائي؟ ازاي افتح البيبان والكلام ده كله؟ طبعا بصوا، شايفين النجمة اللي عليها حرف الاف ده؟ حرف الاف ده بيخليك تنعش اصدقائك، ويخليك تركب العربية، ويخليك تنزل من العربية، ويخليك تفتح البيبان، ويخليك في نفس الوقت بتلتقط الحاجة. يعني لو في مثلا ام 4 دلوقتي واقع وانت معاك سلاحين، لو انت مثلا بدل ما تدوس كنترول تجيب الماوس وتدوس على ام 4، لا، لو دوست على حرف الاف هو ياخد الام 4 لو هو اول حاجة من فوق. تمام، يعني حرف الاف ده بيعمل كذا حاجة. تمام، عندك هنا طبعا الكنترول اللي هو بيبدل ما بين الماوس واللعبة. تمام، بس كده ديت الاعدادات اللي هتخليها بالظبط. طبعا دوت الاعداد بتاع التحديث الجديد. لو عايزين انتوا تشغلوه شغلوه، طبعا انا كده كده هو ملوش لازمه معايا، فانا اصلا مش هشغله. لو عايزين انتوا تشغلوه تضيفوه عادي كده باي حرف، كمثال مثلا الجي، بس انا طبعا ملوش لازمه معايا مش هشغله. تمام، هتدوسوا هنا كده حفظ، وهتدوسوا هنا حفظ، وهتخرجوا كده من هنا. فولو دي، فولو دي، كبروا الشاشة وهنا. تمام، جربوا كده كده العبوا. بص، تغيروا السلاح. تمام، السلاح التاني التعمير شغال، الضرب شغال، التعمير شغال، النوم على الأرض شغال، التوطية شغالة، الشنطة شغالة، التبيك يمين وشمال شغال. تمام، النط شغال. تمام، بصوا اللي انا الميزه اللي انا بقول لكم عليها دلوقتي. بص، انا طالع اجري حاطط ايدي على الدبليو، سبت الدبليو لسه بيجري. بص بقى، لو عايز اوقفه دوست على حرف الاس اللي هو بيخليه يرجع لورا، او مثلا او على حرف الدي، او على حرف الايه يمين او شمال يقف. انتوا لو مش عايزين، لو عايزين تلغوا مثلا، انا دلوقتي سبت حرف الدبليو ومع ذلك ماشي. لو عايزين تلغوا الحكايه ديت زي ما قلت لكم، تحوشوا تعملوا علامه صح على الخيار اللي انا قلت لكم عليه. تمام، كليك يمين شغال معاك اهو، النط كل حاجة شغالة ماشي في اللعبة. ماشي، هوريكم دلوقتي الكنابل والدم شغالين ازاي.
رقم 3، رقم 4. ماشي شغالين. طيب حرف الاف يا جماعة، بص حرف الاف هو ده حرف الاف. تمام، بياخد الحاجات، شايفين حرف الاف بياخد الحاجة، في نفس الوقت بيركب العربية، وفي نفس الوقت بينزل من العربية، في نفس الوقت بيحيي اصحابك، في نفس الوقت بيفتح البيبان ويقفلها. تمام. تمام كده. ناقص حاجة تاني، اف 4 ماشي الرقصات. اف 3 بيفتح الصناديق. اف 2 لو عايز تعمل بابجي لوكيشن. ماشي. اف 1 لو عايز تجيب الاسكوبات. تمام، فين الثواني؟ بصوا انا دلوقتي اهو ادوس اف 1 يجيب لك الاسكوبات وانت تغير زي ما انت عايز. تمام. اف 1 يغير الاسكوبات. قلنا معانا رقم 1 السلاح، رقم 2 السلاح التاني، رقم 3 الدم، رقم 4 تجيب القنابل او الطاسة. ماشي. وباقي الاعدادات زي ما ظبطناها طبعا، وانت برضو لو عايز تغير تظبطها براحتك زي ما انت عايز. طبعا بقى في حاجة مهمة لازم تعملوها قبل ما تقفلوا الفيديو. هتخشوا بقى هنا كده على اعدادات اللعبة، عناصر التحكم، هتيجوا هنا، هتيجوا عند دي، تنزلوا دي كده. لا، خلوها زي ما هي 100، هتخفوها. تمام. تحركوا دي كده وهتخفوا دي كمان بالطريقة دي، وهتجيبوا دي هترجعوها تاني مكانها كده. عملنا لها اخفاء، وهتيجي عند دي وتخفوها. تمام. ديت مش هينفع تتخفي، هتخفوا. بصوا انتوا خلوا الشنطة عشان تعرفوا برضو الشنطة مليانة ولا مش مليانة. اخفوا التبيك. تمام. تخفوا دوت اللي بيوطي واللي بينام. تمام. وتخفوا اللي بيقنص. تمام. تخفوا ايه تاني؟ تخفوا اللي بينط. تمام. هتخفوا لا، خلوا اللي بيعالج. تمام. واخفوا اللي بيعمر. اخفوا اللي بيعمر. او خلوا اللي بيعمر عشان تعرفوا السلاح فاضله مثلا كام ثانية وهيعمر وكده. وخلوا الكنابل عشان تعرفوا انتوا معاكم هنا ايه. وخلوا بتاع التهييل عشان تعرفوا ايه الدم اللي معاكم والبيبس والمشروبات وكده. وخلوا الأسلحة برضو، الحاجات ديت برضو ظاهرة. تمام. ممكن تخفوا ايه تاني؟ لو اي حاجة عايزين تخفوها ممكن خلوا برضو البوكس ده موجود. تمام. وخلوا الايد دي برضو ظاهرة، والعين دي برضو لازم تبقى موجودة ظاهرة. تمام. او العين، صح، العين اخفوها. انتوا كده كده بتدوسوا على حرف الالت وبتغيروا زي ما انتوا عايزين. بس بقى الحاجات دي بقى انت براحتك. انا ديت برضو اخفيها كده، ودي هتخفيها كده كده ما بستخدمهاش اساسا، ودي كده كده اخفيها برضو. تمام. خلي الصوت والمايك والاعدادات موجودين. هتدوسوا حفظ. تمام. هتخرجوا كده بره. بص كده شكل اللعبة كده. بصوا كل اللي موجود معاكم هنا هيبقى الشنطة والتهيل والكنابل والسلاحين والسكوب، ولو عايز هنا تتكلم. تمام. والصوت، السماعة والمايك والاعدادات والتعمير. طبعا بصوا وتلغي دي برضو لان كده كده ملهاش لازمة طبعا. بالناس اللي بتستخدمها تستخدمها عادي، انا ما بستخدمهاش كده. تمام. بس وتدوسوا حفظ وتخرجوا بس. وكده يا جماعة تلعبوا بشكل طبيعي خالص، مفيش اي حاجة، كل حاجة شغالة معاكم اهو في اللعبة. تمام. شايفين كل حاجة شغالة بشكل طبيعي. بس هو ده يا جماعة الفيديو. ولو عايزين اي شرح عن اي حاجة اكتبوا لي في التعليقات، وان شاء الله هنزل لكم شرح عنه. وان شاء الله هنزل لكم كل حاجة الشرح بتاعها الصح. يعني انا مش هنزل لكم اي شرح كده وخلاص.
على اساس ان الفيديو والناس تتفرج عليه وخلاص. لا يا جماعة، أنا بصراحة انا ما بعملش كده. انا بنزل فيديوهات تتفرج عليها، الفيديوهات تعجبك بخليك اللي انت الفيديو كده يعجبك وتنتظر مني فيديوهات تاني، وتتفرج على الفيديو للآخر، وتشترك في القناة وتدي لايك، حتى لما انا بنزل فيديو تاني بعد كده انت بتبقى عارف ان انا الحاجة اللي انا بنزلها دي ما بكدبش عليك فيها، فانت بتخش وبتتفرج وبتبقى واثق ان انا بتكلم معاك بصدق وما بكدبش عليك. وبس يا جماعة، ربنا يقدرني ان انا احل لكم اي مشاكل عندكم بتحصل في اللعبة. تمام. ولو اي حد عايز مني اي حاجة في التعليقات، شرح او اي مساعدة، يكتب لي في التعليقات ان شاء الله، وانا احل لكم اي مشكلة بتقابلكم في اللعبة. يلا اشوفكم على خير، والسلام عليكم.